اهلا بيكم وفيلم جديد على قناة فيلم ما تقلش. بيبدأ فيلمنا النهاردة بطيار مشهور اسمه جوان جو، وده بقى شخصية قيادية وصاحب كاريزما وبروفيشنال في شغله، وكان شغال في شركة طيران كبيرة. جون جو عدد متابعيه على وسائل التواصل كان كبير، وده كان مخليه نجم بارز لدرجة انهم بيستضيفوه في برامج تلفزيونية كتير، وبقى اسمه على كل لسان. شركات طيران كتير كانت عايزة تشتغل معاه، وبقى من اهم الاسماء في مجاله، وكان رمز لشركته، وكان مثل اعلى لكل طيار مبتدئ، خصوصا طيار شاب اسمه هيونغ اللي دايما بيبصله باعجاب. جون جو كان دايما يتكلم عن فلسفته في الطيران، وكان يقول لازم نجتهد في شغلنا مهما كانت الصعوبات. لكن الدنيا اتقلبت في لحظة في سهرة عمل بأحد الفنادق الكبيرة، وكان فيها جون جو مع مجموعة من صحابه، وكان في مسؤول كبير سكران قال تعليق سخيف عن شكل المضيفات وتنمر عليهم قدام الكل. جون جو رد عليه باستهتار وما خدش موقف واضح. الموقف ده اتسجل واتنشر بسرعة على وسائل التواصل، والناس فهمت ان جون جو كان موافق على الإهانة، وهنا انقلبت حياته. سمعته بقت وحشة، اتمنع من الشغل واتحط على البلاك ليست في شركات الطيران. والأسوأ ان مراته استغلت الفرصة ورفعت عليه قضية طلاق، وده اللي كان نفسها فيه من زمان، بس كانت مستنية الفرصة. وهنا بنشوف جوان جو مع اخته الصغيرة جانجي، وهي بتصور اعلان مكياج بعد ما رجع يعيش معاها هي ومامتهم. ودول بقى ما تفاجئوش خالص بالطلاق، لانهم كانوا عارفين ان جون جو رغم انه ناجح في شغله الا انه ما كانش بيهتم بمراته وابنه، ولا كان بيحاول يساعدهم. وبعد فترة قرر جوان جو يرجع يدور على شغل، وراح يعمل مقابلة في شركة هان للطيران اللي كانوا طالبين طيارين جداد، وكان في منافسة شرسة. من بين المتقدمين ظهرت شخصية جديدة، سوغي، بنت درست الطيران في امريكا ورجعت كوريا عشان تحقق حلمها انها تبقى طيارة مشهورة. سو كانت قوية وواضحة، رافضة تماما فكرة الجواز والخلفة. كلامها في المقابلة شد انتباه المديرة مانونج اللي اعجبت بيها وقررت تقبلها فورا. اما جون جو رغم كل تاريخه وخبرته والشهرة اللي كانت حواليه الا انه اترفض. قابل هيونك بعدها وحكى له اللي حصل، وهيونك قال له ان شركات الطيران بقت تفضل الطيارات الستات عشان الفضيحة اللي كانت حصلت في الفندق لسه بتطرده. بدأ جوان جو يدخل في دوامة من المشاكل المالية، خصوصا انه ملزم بدفع فلوس كتير لطليقته وابنه ومفيش شغل. وفي لحظة يأس جاله تفكير مجنون وقت ما كان بيراقب اخته جانجي وهي بتلعب بالمكياج، وهي انه يقدم لوظيفة باسم اخته جانجي، وطبعا الوظيفة دي وظيفة طيارة. اول ما قال الفكرة لاخته ضحكت وقالت انت اتجننت، دي جريمة. لكن رده كان مؤلم، قال لها ان الحياة بقت صعبة وغالية، وان عليهم ديون كتير، وانه رهن البيت اللي هم عايشين فيه. وفي الاخر وافقت تساعده وهي مضطرة. بعد ما جوان جو قدر يقنع أخته جانجي بالخطة المجنونة، بدأت تخطط ازاي تحوله لجانجي البنت اللي هتشتغل مكانه. وده طبعا لازم يتعلم يمشي ازاي ويتكلم ازاي، حتى القعدة لازم يتعلمها. واقترحت عليه يعمل عملية تجميل، وهو وافق، بس الفلوس مش مكفية والدنيا كانت خربانة. بس جانجي بخبرتها في مجال المكياج بدأت تشتغل على وشه وتغير ملامحه بالكامل، وشوية شوية جوان جو بدأ يتحول فعلا، ووشه اتقلب 180 درجة، وكان مذهول من اللي بيحصل، والأول مرة بيشوف نفسه مش هو. بس ما كانش فيه وقت للصدمة، الخطة كانت لازم تمشي. باسم جانجي راح جوان جو يعمل مقابلة تانية في شركة هان للطيران اللي كانوا لسه طالبين طيارين. أول ما دخل نسي نفسه، قعد قعدة رجالة، رجله مفتوحة والهدوم الداخلية باينة. الناس اتصدمت وهو اتحرك جدا، بس أول ما افتكر إنه بنت عدل القعدة فورا وبدأ يتظاهر بأنه هو بنت رقيقة. وفجأة شاف هيونك واقف بيتكلم مع واحد تاني متقدم لنفس الوظيفة. هيونك بصله وبدأ يشك، الوش ده مألوف قوي، بس ما قدرش يربط، معرفش انه صاحبه واستاذه جوان جو. وجوان جو اتوتر وارتبك، ومثل ان هو رايح الحمام عشان يهرب من الموقف كله. وفي المقابلة التوتر وصل السقف، صوته كان غريب، حركاته أغرب، بدأ يرغي بكلام مش مترتب. قال انه كان شغال في مناطق نائية، وحكى قصص عجيبة علشان يقنع اللجنة، يقف شوية يرقص شوية وفين وفين. قال انه زي سوغي مش ناوي يتجوز ولا يخلف عشان يركز في شغله بس ويثبت نفسه كطيارة محترفة. الغريب ان رغم كل الغرابة اللي هو عملها دي الا ان اللجنة وافقت عليه وتعين في الشركة رسميا كطيارة باسم جانجي. كان في حفلة ترحيب صغيرة معمولة عشان يحتفلوا بالطيارين الجداد. جون جو بيقابل هيونك المرة التانية، بيحاول يفتح معاه كلام ويقول له احنا تقابلنا قبل كده، بس جوان جو كان بارد ومش اداله اي اهتمام. وساعتها بتدخل سوغي بتسلم وتعرف نفسها على جون جو، وفجأة بتبص لجانجي وبتقول لها ان شكلك مش غريب عليا، اكيد اتقابلنا قبل كده. الموقف بيبدأ يسخن، وجون جو حاسس ان الغطا هيطير، فقرر يهرب منه على طريقته. قام رقص وغنى وبدأ يهز القاعة كلها. الطيارين اتحمسوا وبدأوا يشاركوه، والجو اتقلب لاحتفال، وبكده خرج من الموقف المحرج بسلاسة.
بعدها بنشوف جانجي وهي رايحة لأول رحلة ليها، واللي هيصادف إن هيونك هو اللي بيشاركها الرحلة. الراجل كان فرحان إنها معاه، بس لما بدأ يسمع صوتها حس إنه مش طبيعي. الصوت خشن شوية ومدي على صوت راجل، ومع كده لسه شايفها جذابة. بدأ يغازلها من أولها كده: انتي جميلة ومثيرة. أما جوانج هو فكان مستغرب وبيبصله كده بنظرة معناها انت نفسك حلوة قوي. في وسط الرحلة جوانج هو كان طاير من الفرحة انه رجع للشغل اللي بيحبه، وبدأ يحكي عن نفسه لهيونك من غير ما يقصد، بس بسرعة لم نفسه وغير الموضوع وطلب من هيونك يحكي له عن صحابه. وقتها هيونك بدأ يحكي عن جونج وهو من غير ما يعرف انه بيتكلم معاه. قال انه كان صديقه المقرب ومثله الأعلى، وانه اتعلم منه كتير، لكنه كان أناني بيحب نفسه بس، ومهمل في حق مراته المريضة وابنه، وبيفضل الشغل والحفلات على بيته. الكلام دخل جوه قلب جوانج هو زي السهم. بدأ يحس قد ايه كان أناني، وازاي ضيع مراته وابنه، وازاي كان غايب عنهم لفترات طويلة. افتكر مراته وهي بتعيط وبتعاتبه بمرارة، بتقوله انها كانت بين الحياة والموت بعد عملية كبيرة علشان تشيل ورم خطير، وكان كل اللي محتاجاه ساعتها انه يكون جنبها، يطبطب عليها، يطمنها. بس للأسف هو ما كانش هناك، كان في شغله وسهراته بين الاجتماعات والرحلات والمطاعم، ناسي بيته ومراته وعياله. حتى عيد ميلاد ابنه ما حضرهوش، ولا حتى مرة لعب معاه، ولا حسسه انه عنده اب يسند عليه. مراته ما طلبتش حاجة مستحيلة، كل اللي كانت عايزاه انها تحس ان عندها عيلة، بيت دافي، حضن يطمنها. بس هو ما قدم لهاش اي حاجة، قدم لها وحدة وغياب وألم. وقف ساكت والكلام عمال يلف في دماغه، وفي صوت جواه بيئن من الندم، لحد ما ظهرت سو فجأة خضته وهو سرحان، وكان باين عليه الحزن وعينه مليانة أسئلة. سألت سو: هو في حاجة مضايقاكي؟ لكنها هزت راسها وقالت لا. سو اقترحت يخرجوا يغيروا جو، ينسوا اللي مضايقهم. وفعلا خرجوا وتعشوا مع بعض وضحكوا، وبعدها راحوا حفل بنات، رقص وغنى وضحك طول الليل. الجو كان كله طاقة حلوة. لكن جوانج هو وسط كل الضحك ده حس بشيء مختلف. قلبه بدأ يدق من ناحية سو، كان عايز يقول لها مشاعره، لكن فجأة الصوت المرعب رجعه للواقع. اللزق اللي كان ماسك صدره الصناعي بدأ يفك. اتخض وجري يستخبى بسرعة، واستخبى بعيد عن العيون، وفضل يتكلم من بعيد لبعيد مع سو، وصوته كان مهزوز. وسألها سؤال كأنه بيختبر مصيره: ايه أكتر حاجة ممكن تحبيها في الراجل؟ ردت سو من غير ما تتردد وبنبرة حاسمة: أنا بكره الراجل الكذاب. الكلمة دي خبطت في قلبه زي السهم، خلت كل حاجة حواليه تسكت. وساعتها بس قرر إنه لازم يصارحها، لازم يقولها الحقيقة، بس بعد رحلة هاواي. شوفوا هيونك هو بيصارح جانجي إنه معجب بيها وبيحبها، بس جوانجو كان بيبص له ومستغرب وفي نفس الوقت مش مهتم. ورغم تجاهل جانجي الكامل لمشاعر هيونك، فضل هيونك مصمم يقرب منها. ولما شافها مش مهتمية بيه خالص قال له وهو حاسس بالإحراج: مش انت اللي حاولتي تغريني قبل كده؟ بس قبل ما تلحق ترد الدنيا اتشقلبت فجأة من غير سابق انذار. الطيارة دخلت في قلب عاصفة مرعبة، الرياح بتخبط من كل ناحية، والرؤية بدأت تضعف. وفجأة واحد من المحركات ولع، والدخان طالع منه بشكل مرعب. الطيارة بدأت تهتز جامد، والركاب اتقلبوا فوق بعض، وكل اللي في الطيارة اتشدوا من الرعب. هيونك كان قاعد مكانه ومش عارف يتصرف. واضح جدا انه فقد السيطرة تماما، خصوصا انه ما عندوش خبرة في المواقف الصعبة دي. ساعتها جوانجو اتحرك بسرعة وقرب منه وقال له: سلمني الكنترول، انا هعرف اتصرف. بس هيونك كان عنيد ورفض يسيب الدفع. فضل ماسك فيها لحد ما الوضع خرج عن السيطرة، والطيارة بدأت تهبط بشكل خطير جدا، ممكن تتحطم في اي لحظة. في اللحظة دي جونجو ما قدرش يمسك نفسه، انفعل وصرخ بصوته الرجولي وقال له: اديني الكنترول يا بني ادم. الصدمه ضربت هيونك في لحظتها، لانه اول ما سمع الصوت ده وشه اتغير وعينيه اتسعت، وساعتها كل حاجه اتجمعت قدامه وفهم الحقيقه اللي كانت مستخبيه عنه طول الوقت. جونجو فاق في المستشفى وكان تعبان ومتلخبط، واول حاجه فكر فيها انه يهرب بسرعه قبل ما حد يكتشف حقيقته. بس اول ما خرج من المستشفى اتفاجئ بمنظر ما كانش متوقعه خالص. صف طويل من صحفيين واقفين بره بيصوروه وبيسقفوا وبيقولوا له: انتي البطله، انقذت حياه الركاب. هو واقف مصدوم مش قادر يصدق اللي بيحصل. بس قبل ما يلحق يهرب كان كل الكاميرات اتوجهت له. في الوقت ده هيونك كان لسه في غيبوبه، حالته كانت حرجه جدا بسبب اصاباته الخطيره، وكل الاعلام بيتكلم عن جانجي الشجاعه البطله اللي انقذت الطياره، والناس كلها شايفه انها قدوه. وهنا الدنيا اتشقلبت تماما. جوانجو بقى نجم غصب عنه، صورته نزلت في المجلات وشركات الاعلانات بتتسابق عليه، وحتى شركه الطيران عملت بوستر جديد وعليه صورته. ومن اللحظه دي قرر يكمل الكذبه للاخر ويفضل متنكر في شخصيه جانجي ويعيش الدور للنهايه مهما كانت العواقب. وهنا بنشوف مديرة الشركة مانج وهي عاملة حفلة عشاء صغيرة عشان تكرم جانجي وسو على إنجازاتهم. وقت ما كانوا بيتعشوا شكرت المديرة مانج سو على ولاء أهل الشركة، وإنه لولاها ما كانش جونج وو انكشف. وهنا بنعرف إن سو
سو هي اللي سجلت الكلام اللي قاله جونج وو عن المضايقات، وهي اللي نشرته على وسائل التواصل علشان تنقذ حق البنات. طبعا بنشوف جوانج هو مصدوم بعد ما عرف ان سو هي السبب في كل اللي حصل له، وان اللي حصل ده كان خيانة. وبعد ما خرج جونج وو اتكلم مع سو وقال لها انه كان شايفها مثالية في كل حاجة، وما كانش يتوقع انها ممكن تأذي اي حد، وازاي ضميرها سمح لها تأذي زميل عشان قال كلمة وهو بيهزر وكمان ما كانش في وعيه، وانها كان ممكن توجهه وتعرفه انه غلط من غير ما تشهر بيه وتعمل له فضيحة. وسألها عمرك فكرتي في اللي حصل للشخص ده؟ فضلت سو تسمع تأنيب جانجي وكانت ساكتة لحد ما قالت انها كانت شايفة ان اللي عملته ده كان الصح، وانها رجعت حق البنات، ولولا اللي عملته ده ما كانوش هيتعينوا طيارين. جونجو اتوجع من كلامها ومشي وسابها وقرر يرجع لحياته. بدأ يقضي وقت اكتر مع ابنه وبيحاول يصلح اللي يقدر عليه. وهو بيلعب مع ابنه جاله مسج من سو بتقول له انها جايه تزوره. بسرعه جري على البيت ولبس هدوم جانجي علشان ما يتكشفش، واول ما وصلت نزل يقابلها، لكن فجأة ظهرت امه، فبدأ يتوتر ويداري نفسه عشان ما تتعرفش عليه. بس المفاجأة امه معرفتوش وافتكرته جانجي الطيارة المشهورة، وطلبت تتصور معاها سيلفي. وفي اللحظة دي اخته خرجت وشافته، لكن لحسن الحظ انقذت الموقف وقالت ان جانجي مأجرة اوضة عندهم. ولما دخلوا يشربوا شاي امه طلعت الموبايل علشان تكلم جوانجو يجي يقابل الضيوف، لكن الموبايل اللي بيرن كان في جيب جانجي. جوانجو اتلخبط وبدأ يمثل انه بيتكلم مع حد، وقال انه في تداخل في الخط، وفي الاخر اضطر يكسر الموبايل عشان يخرج من الورطة. بينقلنا المشهد لحفلة عيد ميلاد ابن جوانجو. الكل كان موجود وفرحان ما عدا هو. ابنه الصغير كان قاعد لوحده باين عليه الزعل، بيبص حواليه وبيسأل نفسه بابا فين؟ ليه مش موجود في يوم زي ده؟ وسو كانت قاعدة على جنب حاسة بالذنب، حاسة انها السبب في غيابه علشان هي موجودة. وفجأة جوانج هو بيجري من وسط الحفلة بيخلع هدوم جانجي وبيظهر بشخصيته الحقيقية. كان بيجري ومستعجل عايز يلحق آخر لحظة، بس وهو طالع بسرعة بتقع منه المحفظة، وسو بتلاقيها وبتفتحها وبتشوف الكارنيه وبتتصدم. جانجي وجوانج هو طلعوا شخص واحد. بعدها بنشوف جانجي في شركة الطيران وهي داخلة ووشها مصدوم. أول حاجة بتشوفها خبر استقالة سو، تبدأ تدور عليها، ولما بتلاقيها بتحاول تقنعها ترجع عن قرارها، لكن سو بتكون لسه سايبة له فرصة يعترف بالحقيقة بنفسه. فبتسأله بطريقة بريئة انتي مش مخبية حاجة؟ بس جوانج هو بيكمل في الكذبة، فسو بتسيبه وبتمشي. والمشهد بينقلنا بعدها لاجتماع مهم في شركة الطيران. المديرة مانج قاعدة مع ملاك الشركة والكل بيحتفل بنجاح الشركة وارتفاع الأسهم. وأول ما جانجي بتدخل الكل بيقف يحييها ويسقف لها، بس جانجي مش جاي عشان تحتفل، أنا جاي أطلب منك ترجعي في قرارك وترفض استقالة سو. مانج بصت لها بنظرة جامدة ومن غير تردد قالت لها القرار النهائي مفيش رجوع فيه. جانجي شدت نفس وقالت بكل جرأة في الحالة دي أنا كمان هستقيل. مانج ضحكت ضحكة مليانة سخرية وشغلت تسجيل كان بصوت جوانج هو وقت حادثة الطيارة باين فيه الارتباك والخوف، وهي بتقول له بهدوء أنا عارفة من الأول إنك مش ست، وعارفة إنك جوانجو الحقيقي، بس سكت. عارف ليه؟ لأن وجودك بشخصيتك الجديدة كان مكسب كبير لينا. وبنبرة ناعمة بس مرعبة كملت أنا مش عايزاك تمشي، أنا عايزاك تفضل تكمل الدور، ولو الأمور فضلت ماشية كويس ممكن أفكر أرجعك لشخصيتك القديمة. جونجو حاول يدافع عن نفسه، قال لها بصوت مهزوز أنا مش الشخص اللي كنت عليه زمان، أنا اتغيرت، مش عايز أكمل في الكذب ده. لكن مانج قطعت كلامه بابتسامة باردة وقالت التغيير ما بيأكلش عيش، احنا هنا علشان نكسب مش عشان نغفر. وبيتنقل بينا المشهد الاحتفال الكبير عملته شركة الطيران بمناسبة افتتاح فرع جديد، والمديرة مانج واقفة على المسرح وبتقدم جانجي بكل فخر على انها الوجه الرسمي للشركة، وبتطلب منها تطلع تقول كلمة بمناسبة الافتتاح الكبير. جانجي بتطلع بس محدش كان متوقع المفاجأة اللي هتحصل. فجأة صوتها بيتغير وبتتكلم بصوت جوانجو وبكل شجاعة بيقول قدام الكاميرات والجمهور وكل الناس أنا مش بنت، أنا جوانجو، أنا عملت كده مش عشان أخدع حد، أنا كنت مضطر، كان لازم ألاقي طريقة أعيش بيها، أشتغل، أحقق حلمي، بس آسف إني جرحت ناس كتير من غير قصد. وبيلف ناحية المضيفات
وبيقول لهم آسف ليكم، آسف إن استهزأت بيكم، وبيبص للجمهور وبيقول لهم آسف إنكم حبيتوا حد ما كانش حقيقي، وبيعتذر لسوغي اللي كانت شايفاه على شاشات العرض، وبيقول لها إن هو آسف جدا وإنها أكتر واحدة اتوجعت منه وإنها ما كانتش تستاهل إنها تتخدع. وساعتها جوانج هو بياخد نفس عميق وببطء بيقلع الباروكة قدام كل الناس وسط صمت رهيب. بعدها بيبتدي يفك لبس جانجي واحدة واحدة لحد ما بيظهر على حقيقته، راجل قدامهم مش الست اللي كانوا متخيلينها. الصدمة كانت على كل وش، ناس فاتحين بقهم وناس ماسكين موبايلاتهم بيصوروا، والكاميرات بتلف عليه من كل زاوية. صوت الهمسات بيعلى والكل بيبص لبعض مش مصدق، بس هو واقف بثبات، عينه في عين مانج، مش بيهرب ولا بيتكسف. بياخد المايك ويقول بصوت هادي لكن حاسم: أنا مش عايش كدبة تاني. ويسيب المايك على الترابيزة وينزل من على المسرح بخطوات وسط نظرات مليانة دهشة واحترام في عيون ناس كتير. بيجري بأقصى سرعة عنده عشان يلحق سو قبل ما تسافر وترجع لأمريكا. وأول ما بيقابلها تقف قدامه تبص له لحظة، وبعدين بتضربه بالقلم على وشه، بس مش عشان كدب عليها، لا، عشان حرمها من أعز صاحبة في حياتها، جانجي، اللي كانت بتحبها واللي اتعلقت بيها، وصعب تنسى المشاعر اللي حست بيها وهم مع بعض. وفي النهاية جونج هو مرجعش يطير تاني وخسر رخصته كطيار، بس الحقيقة هو كسب أهم حاجة، كسب نفسه. بقى مدرب في أكاديمية لتعليم الطيران وعايش حياة هادية مع مراته وابنه بعيد عن الضغوط والمظاهر. بيروح شغله وهو مرتاح، بيضحك من قلبه، وبيساعد شباب كتير يحققوا حلمهم، وماشي على شعاره اللي دايما بيؤمن بيه: طيران كويس في أي مكان. ولحد هنا وبينتهي فيلمنا. لكن الدرس الحقيقي من القصة دي إن النجاح الحقيقي مش بس إنك تترقى أو تكسب فلوس، النجاح الحقيقي إنك توازن بين شغلك وبيتك. ما ينفعش تكون ناجح في شغلك وفاشل مع أسرتك. كل ما كنت مرتاح في بيتك، حواليك حب ولادك وشركة حياتك، كل ما قلبك هيكون هادي وعقلك صافي، وساعتها شغلك كمان هيبقى أحسن. في الآخر الشغل بيروح وبيجي، لكن اللي بيعيش معاك ويفضل جنبك هم أهلك.